أهلا وسهلا بكم في قناة ميشا سبيس، دائما مع الوصفات الصحية وتحت طلباتكم. مشتركة وفية للقناة تطلب وصفة بالشوفان. هذه الحلوى الجافة المقرمشة سهلة لذيذة واقتصادية، مناسبة خاصة لأصحاب الحمية ولمن يتبع نظام أكل صحي. تستحق فعلا التجربة. قبل بدء الوصفة، رجاء إذا كنتم أول مرة تزوروا القناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. على بركة الله. أحتاج كمية من التمر المهروس أي الغرس، كمية صغيرة فقط تكفي لتحضير هذه الوصفة. أنا أصلا تبقت لي هذه الكمية الصغيرة من تحضير وصفة بالغرس، كنت أحتفظ بها في الثلاجة وأستعملها في تحضير هذه الوصفة. أضفت لها بيضتين، أستعمل خلاط كهربائي ومطحنة كهربائية، يعني لربح الوقت والجهد معا في تحضير هذه الوصفة. طبعا أستعمل الشوفان، يعني هو أساس هذه الوصفة. استعملت حوالي 3 ملاعق أو 4 من الشوفان، زائد زبدة الفول السوداني ملعقة كبيرة، وكأس من الحليب يكون دافئ. بالنسبة للحبوب المنسمة استعملت سمسم محمص، بذور الكتان وبذور الشمر أيضا. أضفت القليل من بذور اليانسون، يعني هذه البذور المنسمة غير ضرورية، وإذا توفرت يكون أحسن. نضيفها إلى باقي المكونات، ثم نقوم بسحق المكونات جيدا باستعمال أي نوع من المطحنة الكهربائية حتى نتحصل على هذا الخليط السائل. أضيف فقط القليل من القرفة لتعزيز الذوق. طبعا لمن لا يحب هذه النكهة يمكن الاستغناء عنها. أضفت كمية من المكسرات، فول سوداني محمص ومهروس خشن حوالي 3 ملاعق كبيرة. ممكن استعمال أي نوعية من مكسرات تكون محمصة، وإذا لم تتوفر ممكن أيضا استغناء عن هذه الخطوة. لاحظوا الخليط الذي تحصلت عليه، خليط يعني مسحوق جيدا. أفرغه في وعاء يكون كبير لتسهيل العمل أكثر. أضيف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم وملعقة كبيرة من خل التفاح، يعني هذين المكونين يعوضان خميرة الحلويات. وأقوم بسحق رقائق الشوفان لأجمع الخليط بالتدريج. أضيفه على دفعات حتى أتحصل على خليط يكون متماسك. أضيف الآن رشة من الملح، نسيتها في الأول. وأقوم بجمع الخليط بالتدريج، يعني بهذه الطريقة باستعمال اليد طبعا حتى نتحصل على عجين يكون متماسك بعض الشيء. لم يتبقى لي الشوفان، لذلك وصلت جمع الخليط بالفرينة الكاملة. ممكن استعمال أي طحين يكون صحي لجمع هذا الخليط. هذه الوصفة جاءت تحت طلب مشتركة وفية للقناة تطلب وصفات بالشوفان. أقوم بمواصلة العمل باستعمال الفرينة الكاملة كما ذكرت. لم يتبقى لي شوفان في المنزل، لذلك أنا مضطرة على مواصلة العمل باستعمال الفرينة الكاملة حتى نتحصل على خليط أو عجين يكون متماسك بعض الشيء. بهذه الطريقة خطوات عمل سهلة وبسيطة، وصفة اقتصادية في متناول الجميع. إذا لديكم أي أسئلة بخصوص الوصفة اكتبوا لي في التعليقات وسوف أكون سعيدة بالتواصل معكم. إذا هذا هو العجين الذي يجب الحصول عليه. ممكن تشكيل كرات بكل سهولة، عجين طري وسهل للاستخدام. نقوم بتشكيل كرات باستعمال يد، ممكن استعمال ميزان للحصول على أشكال تكون متساوية الحجم. بهذه الطريقة كرات حوالي 30 إلى 40 غرام بالتقريب. استعمل هذه الأداة للحصول على أشكال تكون جميلة، مجرد أقراص تكون بهذا الشكل. ممكن استعمال أي أداة متوفرة في البيت، ممكن حتى بسط العجين مثلا في سطح عمل وإعطائها شكل أقراص دائرية أو أشكال طولية. المهم إعطاء الشكل الذي تفضلون. أنا فضلت هذا الشكل، شكل جميل.
وأضعها في صينية تكون مفروشة بورق طهي. نحاول أن تكون القطع متباعدة قليلا، لأننا استعملنا بديل خميرة الحلويات، يعني بيكربونات الصوديوم وخل التفاح هما البديلان لخميرة الحلويات. وإذا لاحظتم الوصفة خالية من السكر تماما، لأننا استعملنا يعني تمر مهروس، يعني اكتفيت بالحلاوة الموجودة في التمر. لمن يريد الحلاوة ممكن إضافة دبس التمر أو سكر التمر للعجين حوالي ملعقتين أكل أو حتى 3 ملاعق. تحصلت في الأخير على هذه النتيجة الجميلة، حلوى جافة مقرمشة بالشوفان، تستحق فعلا التجربة، خصوصا إذا أضفتم مكسرات. أنا أضفت فول سوداني مهروس، يعني يعزز الذوق ويعطي نكهة مميزة. أنصحكم بتحضيرها والتمتع بالذوق الرائع لهذه المقرمشات الصحية بالشوفان. في الأخير أتمنى أن ينال إعجابكم الفيديو، شاركوه مع الأصدقاء والعائلة لتعم الفائدة للجميع، وانتظروني في وصفة جديدة إن شاء الله. سلام.